صباح الخير، ازيكم؟ عاملين ايه؟ حلقة جديدة معكم شيرين من قناة كريزي مامي. بدأت معاكم اليوم كده من الظهر. النهاردة يوم خفيف كده ولطيف. اول حاجة انا نزلت اهو عشان اجيب الولاد من المدرسة. هروح اجيبهم وابني عنده درس، فهاخد الصغير واستنى بقى الكبير على ما يخلص. فتعالوا كده نقضي اليوم مع بعض. بس وصلت بقى هنا المدرسة وجبت ابني الصغير وقاعدة مستنية الكبير عشان عنده درس، فقاعدة بقى ايه مستنياه كده. بصوا دي المدرسة اهي، وهيصة بقى طبعا الولاد بيلعبوا، بيبقى عندهم دروس بعد المدرسة فبيقعدوا يلعبوا في المدرسة بدل ما يروحوا. المهم ايه، في اليوم ده بقى خلاص كده انا كنت روحت خلاص، فعايزه اعمل اكله خفيف، فقلت هعمل المكرونه اللي بالخضار اللي هي كلها ايه في حله واحده. دلوقتي كده المكرونه بحط لها ايه بقى، بحط لها طماطم وبحط لها بصل وبحط لها فلفل رومي، ممكن تحطي فلفل سبايسي كمان بس انا عشان الولاد مش بيحبوا الحراق قوي. وكمان بتحط لها توم فص كده او 2 زي ما انت عايزه، وبحط لها كمان مرقه دجاج. عايزه تستغني عن مرقه الدجاج مفيش مشكله، كله كده مع بعض في حله واحده اهو زي ما احنا شايفين. بس يا حبيبتي اهو حتى كله مع بعضه، بس هخلي مرقه الدجاج طبعا في الاخر عشان احاول اكسرها شويه. المكرونه دي من الاكلات السهله وفي نفس الوقت كمان مغذيه لانها فيها خضار. اهو كده حطيت بقى كله مع بعضه، بكسر بقى كده مرقه الدجاج اهو زي ما احنا شايفين. وبعدين هحط لها كمان ايه، بحط لها صلصه كمان عشان تدي لون حلو، فبحط لها كده ايه 2 معلقة صلصه من البرطمان برضو عليها كلها اهو كده. ممكن طبعا تكتفي بالطماطم بس انا عشان بحبها تطلع يعني لونها حلو، فكمان بضيف الصلصه. وهتبدأي بقى ايه تقلبي كل الحاجات دي مع بعض اهو، كله كده يتقلب مع بعضه. تقدري برضو تعملي كمية المكرونة اللي انت عايزاها. طبعا ممكن بقى ايه تستغلي بقى هنا مثلا لو عندك بواقي فراخ، عندك شوية لحمة مفرومة، ممكن تحطيها برضو عليها، تبقى اكلة بقى ايه متكاملة يعني. المهم انا عملتها كده زي ما هي من غير اي حاجة خالص، فقلبت كده كله مع بعضه. قلبي بس كويس عشان كله يختلط مع بعضه. وهبدأ بقى احط لها التوابل بتاعتها، بس راعي بقى طبعا الملح عشان خاطر احنا حاطين مرقة دجاج. حطيت ملح وحطيت فلفل اسود، مش هحط اكتر من كده، وحطيتها على النار. وللاسف شكلها النهائي اتمسح المقطع بتاعها، معرفتش اوريكم شكلها النهائي. تاني حاجة بقى عملتها، كنت بعمل طعمية. ده فول مدشوش كنت نقعاه قبليها بيوم، وده نص حزمة كزبرة ونص حزمة شبت، وده دول حزمتين بصل اخضر بس صغيرين. زي ما قلت لكم حزمتين بصل اخضر بس كانوا حزمتين رفيعين قوي، لو حزمة عادية كبيرة هنحط حزمة واحدة بس او كرات يعني يا ده يا ده. وفصوص توم. وهبدأ كده المرة دي انا هعملها في الكبة، المرة اللي فاتت عملتها في الخلاط، النهاردة انا هعملها في الكبة. حطيت شوية خضرة تحت الاول وحطيت عليهم شوية فول مدشوش، وبعدين هخلط بقى الخضرة التانية مع باقي الفول. تمام اهو زي ما احنا شايفين كده. وهبدأ بقى ايه اشغل الكبة اهو. انا قللت بس شوية الخضرة اللي في الكبة، وهبدأ اضرب الكبة تاني. قللتهم عشان ما تبقاش الكمية دي خضرة والباقي يبقى فاتح، بس ادي النظرية يعني. المهم ضربت ضربتين كده، وبعدين فتحت الكبة، نزلت اللي في الجنب، وبعدين حطيت لها شوية مية صغننين قوي عشان حسيت انها مش ماشية كويس في الكبة، فحطيت لها شوية مية صغيرين. وبدأت اللي انا اضرب تاني. طبعا هي بتاخد وقت شوية، وطبعا لازم الفول يكون منقوع قبليها ب12 ساعة على الاقل عشان يتضرب بسهولة معاكي وما يبوظلكيش الكبة. طبعا برضو كل شوية كده بوقف الكبة وانزل اللي في الجناب واكمل ضرب تاني واكمل ايه اللي في الجناب، اكمل ضرب قصدي، انزل اللي في الجناب واكمل ضرب اهو زي ما احنا شايفين كده. بدأت انها تتضرب معايا. كل ما تلاقي على الجناب كده طلع حاجات تروحي موقفة منزلة ومكملة. بصوا بدأت تتضرب ازاي، بصوا لونها. بس انا هضربها ضربة كمان وخلاص اهو كده. ده اول جزء خلص معايا، وهبدأ احطه في بولة واكمل باقي الكمية بقى بنفس الطريقة. هنا بقى كنت خلصت الكمية كلها، هبدأ بقى احط لها الملح
بتاعها. في ناس بتحب تشيلها كده من غير التوابل وتحط التوابل لما تيجي تقليها، انا بقى بعملها على طول كده مرة واحدة. حطيت ملح وحطيت دي كزبرة ناشفة، وكمان هحط لها كمون. وانتي بتقليها بقى لو حسيتي انها، ثواني يا حبيبتي، لو حسيتي انها مش متماسكه معاكي تقدري تضيفي لها بقى شويه بقسماط صغننين كده وانتي بتقليها. وكمان تضيفوا اسمه ايه ده، البيكنج باودر. انا نسيت اضيف لها بيكنج باودر وانا بعملها، وانا بقليها بقى احط لها. المهم قسمتها على اكياس، ونص كيلو فول المدشوش عمل لي 5 اكياس طعميه. وهنا بقى كمان كنت عملت الجبنة البيضة وخلصتها، بوريكم شكلها اهو. بصوا الكمية دي طالعة من 2 كيلو لبن. فلو عايزين تشوفوا طريقة الجبنة اللي انا بعملها هسيب لكم برضو الفيديو بتاعها، اللينك بتاعها عشان تشوفوها. جربوها ومش هتندموا والله، بتطلع حلوة جدا وانضف من بره 100 مرة. ولو عجبك بقى الفيديو متنسيش لايك وشير وسبسكرايب للقناة، واستنوني ان شاء الله في فيديوهات تانية كتير. باي باي.